ازاي تبقى مونتير محترف؟ انا ابراهيم الباشا، مخرج ومونتير سينمائي. تقدر تبحث عني في جوجل او اليوتيوب، هتشوف كل شغلي سواء شغل الاخراج او المونتاج. النهارده انا بحضر لكورس كامل في المونتاج للمبتدئين من الصفر لحد مرحلة الاحتراف، من اول ما تستلم الماتيريال لحد الفاينل كات في البوست برودكشن. هتتعلم ايه بقى في الكورس؟ تعالى وانا اقولك. اول حاجة هعرفك على كل برامج المونتاج والالوان، وساعتها انت ذات نفسك هتقدر تختار البرنامج المناسب ليك حسب هدفك وشغلك. هنتعلم ازاي ننزل ونرتب اللقطات بتاعتنا في التايم لاين، وهنتعلم كمان ازاي نقطع الفيديو باكتر من طريقة، وكمان هنتعلم ازاي نعمل كولر كوريكشن وكولر جريدنج، وازاي نعمل لوك سينمائي لفيديوهات. والاهم بقى ان انا هعلمك ازاي تفلتر الفيديو بتاعك من النويز، وازاي تخفي التجاعيد بتاعة البشر عشان الفيديو بتاعك يبان بصورة سينمائية. وهنتعلم ازاي نفرغ الكروما مهما كان لونها، وهنعرف ازاي وامتى نستخدم الفيجوال افكت والساوند افكت، وكمان ترانزيشن الفيديو والصوت. وهنتعلم ازاي نعمل تراك صوت صحيح، وازاي نختار الميوزك المناسب للفيديو بتاعنا، وازاي وفين نحط الساوند افكت، وازاي نفلتر ونمكس في الصوت ونشيل النويز. وهعلمك ازاي تعمل لوجو للقناة سواء كانت قناة تلفزيونية او قناة للسوشيال ميديا. واخر حاجة هنتعلمها في الكورس بتاعنا ازاي نخرج الفيديو بتاعنا عن طريق الاكسبورت بكل الصيغ الموجودة في البرنامج. كنا بقى هنطلع الفيديو للسينما او للقنوات التلفزيونية او للسوشيال ميديا. وفي نهاية الكورس هختار اشطر طلاب كانوا معايا واضمهم لكرو المونتاج عندي في الشغل. السلام عليكم.